عمري 70 سنة وهاني التو نقرقب، أقسم لك بالله تو هذه 3 مرات، ونقرقب بالقرقابة ونعجن بدي ونطفح ونحزيت نذوح والأول وبعد كي نطفح. كانت يصنعوا فيها الناس لولا من الصوان ومن الواحد، ما تلقيش دار ما فيهاش قرقابة رحاء، يرحوا الحبوب وترحي الزيتون، اما ترحي الزيتون وحدها واللي ترحي النعمة وحدها. حتى الماكينات كانت فال، كل ماكينة مطيشة في بلاصة. كان الرحين نسيت ترحي في الرحاء النعمة والقرقابة، وقت الزيتون هون يتقرقب في القراقيب، يطفحوا ويعقبوا الزيت يصبوا فيه في القلال بنيتي ويزبسوه بالقمرة به يقعد ديما باهي في الفخار، ولوا يصنعوا فيها حتى من السمان والكنكسور. تعلمتها من أمي بنيتي ومن حنتي، خلطت عليها من باباي وبنات وحفظت عليها هاني نقرقب ونقد، والبنويت نزاد نعلم فيهم ونقول لهم قرقبوا، هزوا معاي قرقبوا معاي، عاونوني شوي. يقولوا لي ما نعرفوش، نقول لهم لا اعرفوا ما يسالش بنيتي لمتين اني ليكم حيه ولا هيك هو انا يتعلموا يقرقبوا يعاونوني وكل شيء. تو اجيل تو ما يقدش بنيتي، لا يقد قراقيب لا يقد شيء. بعد ما نقرقبه نعجنوه ونخلوه يصبر مشوار، ننكحه بالمغرف ولا بيدينا في داقرة هكا ولا في حاجة ونخملوه. هذاك خاص الزيتون في شهر أكتوبر بكري ولا قدام أكتوبر نديروه دواء زيتون مذوح، نحوه كان قدام ما نصبوا عليه المية، هذاك دواء يمشي 100% منيت. لاني عارفه دوايات، لاني عارفه الصغير يا مرض اللحسوه شوي زيت هذاك هو ولا زيت مذوح. متعبه بنيتي ماش نعملوا، هذاك هي العادة الأولين من جدود الأولى، نقرقبوا نعجنوا نطفحوا كل شيء على يدينا ونقرقبوا الزيتون في القرقابة. ما ثمش ماكينات بكري، كان القرقابة ونعجنوا نعفسوا برجلينا، ساعات نعفسوا برجلينا في محابس كبار ونطفحوا نحوا الزيت.